السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الملعب. كلنا شفنا اختيارات والتشكيل لمنتخب مصر، التشكيل اللي هو المفروض ده هيجيب لك بطولات وهيدخلك كأس العالم وهيجيب لك كل حاجة حلوة. طيب إيه رأيكم في الكلام دوت؟ يعني لو جبنا واحد من الشارع وقلنا له إيه تختار مهاجم الفريق، يكون سلاكة ولا يكون محمد صلاح؟ بيتهيألي يعني 90% يختاروا محمد صلاح. تمام؟ ده مع احترامي للسلاكة اللي هو لاعب كويس. بس ايه رأيكم ان حسام حسن ليه وجهة نظر مختلفة؟ لا مش هياخد صلاح، لا مش هياخد امام عاشور، لا مش هياخد الشناوي، لا ولا حسين الشحات وغيرهم. ليه؟ لان حسام حسن انت ليك وجهة نظر ان مصر كلها بتجتمع على مثلا امام عاشور. لا امام عاشور مش هاخده. انا ليا رؤيتي، هي موضوع النجومية. انتوا عارفين لما يكون واحد يحب الاضواء تتسلط عليه، هو ده حسام حسن. خالد غندور بيقول لك في الكواليس انا بسال يا جماعه انتوا ليه ما خدتوش امام عاشور؟ قالوا له الاجابه اللي انا قلتها من 4 شهور. قالوا له ان حسام، قالوا ان امام عاشور كان مره طلع في صوره في احدى الشواطئ وهو مطلع لسانه، ومره تانية كان في التدريبات اشتكى ان ايديه رجليه وجعاه، ومره تانية في احدى التدريبات اشتكى ان رجليه وجعاه، وتاني يوم قال لك رجليه بقت كويسه. عايز يقول لك ان هو بيتدلع. طب يا كابتن حسام حسن، ما هو انت زعلان ان هو جه في صوره ومطلع لسانه، بيقول لك انت كده بتضايق ناس تانية. طب انت ايه رايك انت في تاريخك انت يا كابتن حسام؟ طب ده لاعب صغير وناشئ والمفروض نحتويه ونحاول نفهمه واحده واحده. واحد سنه صغير طلع لقى شهره ومجد وفلوس كل ده، لكن انت كنت مخضرم وعندك كل ده، واول ما انتقلت للنادي الزمالك مع اول جون جبته اخوك طلع للكاميرا وقال لك هو ده حسام يا ولاد الكلب. شتمنا كلنا يعني حسام حسن، يعني ابراهيم حسن شتم كل الناس دي كلها. ده غير طبعا اللي انتوا طول فترات حياتكم مشكله التوأم مشكله التوأم مشكله التوأم، هي نفس الحكايه. انت ليه ما بتبصش لتاريخك انت اصلا اللي هو كان مليان مشاكل؟ ليه يا كابتن حسام انت ليه بتتجاهل محمد صلاح؟ لا مفيش مو صلاح. انا ليا رؤيه تانية، اخد اسامه فيصل، اخد سلاكه كاني ماني، المهم اللي الناس تجتمع عليه مش هاخده. على فكره لو رجعتوا لاول مره مسك حسام حسن المنتخب في الفتره اللي مسكها الحاليه دي في بدايه اول شهر، كنت عارف وواثق ونزلت فيديو وقلت ان هو مش هياخد محمد صلاح، لان هو شايف نفسه انا احسن منك يا صلاح، هو كده مدرب مش مدرب، لا مش هاخدك، نجوميتك دي هي مضايقاني. هي بتمشي كده، الاعمال والنيات طبعا، بس انت اللي بتعمله ده هو اللي بيبين دوت. طبعا الشناوي مستوى عالي زاد، دي حاجه ماشي ترجع لك، لكن لما يكون واحد زي امام عاشور كمان الناس كلها ما بتختلفش عليه وانت بتختلف عليه، علامه استفهام. تقول لك اصل هو ما بيلعبش بحماس، اصل حسين الشحات ما بيلعبش بحماس. طب انت ايه رايك في شيكابالا؟ شيكابالا على تاريخه وشيكابالا الاسطوره والمهارات وي قدم ايه للمنتخب؟ لا شيء. قدم ايه لنادي الزمالك؟ كام بطوله معدودين على الصوابع. تمام. ومع ذلك خدوه في كاس العالم اللي كان في روسيا وقال لك تكريما لشيكابالا هناخده معانا. تكريما ليه؟ تكريما على ايه؟ هو ما قدمش حاجه اصلا. فانت ليه النجوم بتحاربها؟ انت مش واخد بالك ان انت داخل تجيب بطولات ولو اتغلبت هتبقى كارثه. وارد تكسب وتتغلب بس اما تلعب. لكن انت واخد تشكيل ما شاء الله عليه، تشكيل اغرب من الخيال. انت ليه بتحارب النجوم؟ والكلام ده قلته من 4 شهور، والنهارده الحمد لله انت بنفسك اللي اعترفت وقلت اصل اللعيبه دي ما بتلعبش بحماس، اصل اللاعب ده طلع لسانه قبل كده في صوره طلع فيها اصلا. كلها اسباب خايبه ولا ليها اي وجه من الصحه. يا عم ركز انت في المنظومه الكرويه بتاعتك. انت مش واخد بالك اللي بيحس ان ده بلده اللي بتلعب وكل واحد بيبقى يهمه ان مصر تكسب؟ انت بتحارب ليه النجوم؟ والكلام ده قلته قبل كده. واحب اقول لكم برضو حاجه تانية مهمه، ان لو استمر بالطريقه ديت منتخب مصر لا قدر الله ومع الاسف مع الاسف هيخسر بسكور مش خساره عاديه، وساعتها هيمشي وساعتها يقول لك اصل اللعيبه مش عارف ايه. المهم يقول اي حاجه زي اخر ماتش لعبه كده وتعادل مش عارف مع فريق منين في البطوله ديت برضه تصفيات، وقال لك اصل الارضيه غريبه ارضيه الملعب، مع انه هو اصلا ما قدمش حاجه في المباراه. وانت اصلا في البطوله مشوار البطوله كله والتصفيات ما قدمتش حاجه، انت ما لعبتش فريق جامد، انت مش هتعرف تلعب حد اصلا. انت كل تركيزك الاضواء عليا انا. هو ده حسام حسن بتاع انا اللي دخلتكم كاس العالم. هو ده حسام حسن، هو ده حسام حسن. فانقذوا المنتخب يا جماعه من حسام حسن، لانه فعلا
اعداء النجوم، لانه فعلا واحد من اعداء النجوم. والكلام ده والله انا بقوله وعارف ان في ناس هتزعل منه، بس بيني وبينك الوقت، بس ساعتها مش هينفع الوقت. شكرا لكم، والسلام عليكم.